المدرسة. ايوه انا طلعت الاولى على المدرسة. بص الشهادة. يا مزبتي في ايه يا ماما؟ يا فضحتي في ايه يا ماما؟ انا عملت ايه؟ يا مراري اللي انا شايفاه ده يا بنت. انت نص ربع نص كم درجة في الاقتصاد المنزلي. انا كنت عارفة انك عيلة فاشلة. روحي نجري اغسلي المواعين واعملي الغدا. حاضر ماما انا نتيجتي طلعت. وجاي تقول لي ليه يا حبيبي؟ ما تروح تقول لمامتك. مامتي ايه؟ بنتي مامتي. انت مين يالا؟ عمر يا ماما. عمر مين؟ ده حرامي يالا. ماما انا سقطت. يا اختي بطه يا اختي بطه. يا اختي حلوه يا اختي حلوه. وريني يا حبيبتي. ايه الاصفار الكتير دي؟ كل ده كحك بسكر. ايوه لازم مكافأة بقى. بنتي اسراء خدي اختك وهاتلها الحاجه الحلوه اللي هي عايزاها. هي حاجة حلوة. حاضر يا ماما. وحسك عينك تجيبي لنفسك حاجة بالدرجات الزبالة اللي انت جايباها دي. يوه. قومي هاتلي كوبايه ميه. قومي هاتي لنفسك. انا عملت لك شاي بلبن امبارح، وانا نزلت لك الاسبوع اللي فات الفجر عشان اجيب لك اندومي، وانت اديتني 5 افيان وانا ما قلتش لبابا، وانا سبتك تديني بالقلم السنه اللي فاتت وما رديتهالكيش. ده بعد ما انا عزمتك على صندوق من ماك الشهر اللي فات. على ماك. بقول لك ايه، جعانه؟ قوي. بابا جونز. بس النص بالنص. لا 70 منك 30 منك. وتجيب لي الميه. احلى مسا عليكي. فل. خلاص كفايه بقى كفايه. جاري مسح الذاكرة 3 2 1. ايه ده؟ انا فين؟ وانا ايدي متعوره ليه؟ مين اللي عمل فيا كده؟ وانا ليه مش فاكره حاجه؟ حبيبتي ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ ومين اللي عمل فيكي كده؟ انت كويسه؟ تعالي روحي المستشفى بسرعه. ثانيه واحده. اسراء انا لازم اطمن عليك. ثانيه واحده. اسمي اسراء. انا مش فاكره حاجه. انت اكيد ذكرياتك كلها اتمسحت. انا احمد جوزك. جوزي؟ طب لو جوزي ذكرياتك ما اتمسحتش ازاي؟ مش المفروض ذكرياتنا كلنا بتتمسح؟ ده ذكرياتي ما اتمسحتش المره دي، يمكن يكون حصل حاجه غلط في السيستم. طب بما انك فاكر بقى، مين اللي عمل فيا كده؟ معرفش، انا لسه داخل البيت حالا، يمكن تكوني وقعتي. تعالي بس، تعالي نطهر الجرح. ماشي. اسراء بقيتي احسن دلوقتي؟ شكرا. طب بصي انا عايزك ترتاحي خالص، ما تقلقيش، انا اللي هعمل الاكل. طب انا هدخل اريح شويه. هو عمره ما نسي حاجه؟ انتي بس اللي دايما بتنسي. هو عمره ما نسي حاجه؟ انتي بس اللي دايما بتنسي. حبيبتي يلا ناكل، الاكل بقى جاهز خلاص. حاضر جاي حالا. وعملتلك كمان الشوربه اللي انت بتحبيها. ها ايه رايك؟ حلو قوي، تسلم ايديك. هو الريموت فين؟ ده مش جوزك. انتي لازم تلاقي موبايلك. دوري على حاجه يا حبيبتي. لا خالص، انا بس كنت زهقانه شويه فقلت اما اقلب على موبايلي. صحيح انت تعرف فين موبايلي؟ هو انت ما تعرفيش؟ صح، انت نسيتي. في ايه؟ موبايلك بايظ. وبعدين يا اسراء انت اصلا من زمان ما بتحبيش تمسكي الموبايل. هو في حد ما بيحبش يمسك الموبايل؟ انت. طيب يا سيدي اديني موبايلك. وانت ليه يعني عايزه تفتشي في موبايلي؟ افتش؟ انا كنت هقلب في صورنا عادي، مش يمكن افتكرك؟ لا للاسف، ما انت عمرك ما هتفتكري حاجه. وما تقلقينيش عليكي بقى، انا لازم اروح الشغل دلوقتي. طب وانا؟ انت ايه يا اسراء؟ مش فاهم. انا ما عنديش شغل؟ لا ما عندكيش شغل، ما انا ياما قلت لك ان انت لازم تشتغلي وانت دايما كنت بترفضي. انا رفضت ان انا اشتغل؟ يو بقى يا اسراء، انا كده هتاخر على الشغل. يلا سلام. صحيح، اوعي تخرجي، انا عامل انذار على الباب، لو حاولتي تخرجي الانذار هيشتغل وهيلم عليكي الناس كلها. باي يا حبيبتي. ليه؟ اسراء. انت مش كان المفروض تكون في الشغل؟ بس استأذنت بدري النهارده. برضو يا اسراء، برضو ما سمعتيش كلامي ومسكتي الموبايل. طول عمرها دي المشكله ما بيننا، انك ما بتسمعيش الكلام. انت قلت لي ان موبايلي بايظ وطلع شغال اهو. هاتي الموبايل. لا مش هديهولك. هاتي الموبايل قلتلك. انت مين؟ انا بحبك. رد عليا، قول حقيقة يا اما هكلم البوليس. خلصتي؟ موبايلك ما فيهوش بطاريه اصلا.
هاتيه. لا مش هديهولك. بقول لك هاتيه. بقول لك مش هديهولك. مهما بتفقدي الذاكرة بتفضلي دايما برضو نفس الشخص. شخصيتك هي اللي مودياكي في داهية. من قد ايه؟ هو ايه ده اللي من قد ايه؟ من قد ايه بتضرب، تحبس، وذاكرتي تتمسح وارجع اتحبس تاني. ياه، تصدقي عمري ما حسبتها. انت بقالك هنا 5 سنين وكل شهر بتفقدي الذاكرة 5 في 12 60 مرة. 60 مرة بتفقدي الذاكرة يا إسراء، ولا مرة اتعلمتي من أخطائك. اتعلم ازاي؟ انا زي ما انت قلت بنسى. صح، عندك حق. عشان كده أنا اللي لازم أخد بالي أكتر. انت مش هتتحركي من هنا غير لما تفقدي الذاكرة تاني. انت مش هتتحركي من هنا غير لما تفقدي الذاكرة تاني. انا لازم اكتب لنفسي حاجات تفكرني هو عمل فيا ايه بعد ما افقد الذاكره. هو عمره ما نسي، انتي بس اللي بتنسي. إسراء، انت بتعملي ايه عندك؟ برسم. طب ما توريني كده بترسمي ايه؟ تاني يا إسراء، تاني يا حبيبتي. طب ادي الورقة بتاعتك اهي. لا ارجوك. قلتلك 100 مرة انت بقالك هنا 5 سنين وعمرك ما عرفتي تهربي. انسي بقى يا إسراء. عامة انت كده كده هتنسي. كلها 5 دقايق وذاكرتك هتتمسح، وساعتها هنبدأ بداية جديدة. همثل انا بقى ان انا الزوج الجميل وانت زي الهبلة هتصدقي. بس انا مش هنسى المره دي. ياه، تصدقي ان انت بتقولي نفس الكلام كل مرة؟ معلش. اللي بيحصل فيا ده لازم ينتهي. هيجي يوم وهمشي من هنا. انت عمرك ما هتمشي من هنا. جاري مسح الذاكرة خلال 3 2 1. حدث خطأ ما، حدث خطأ ما. انا ما نسيتش، انا فاكره كل حاجه. انا لازم اهرب. لو سمحت، هو انت مين وايه المكان ده؟ انا مش فاكر حاجة خالص. هو انت بتضحكي ليه؟ لو سمحت، انت بتضحكي ليه؟ انا مش فاهم حاجة. هو احنا بنعمل ايه هنا؟ هو انا اعرفك؟ طيب انت تعرفي انا اسمي ايه؟ طب انت مين؟ اسراء، خصلة شعرك الجديدة ظهرت لك ولا لسه؟ لا لسه، انا مش عارفه هي اتاخرت ليه كده بجد. ما تقلقيش، انا كمان لسه ما ظهرتليش لحد دلوقتي. تفتكري هيحصل ايه لو طلعنا خارقين؟ ايه الهبل ده يا اسراء؟ مستحيل نطلع خارقين، نادر جدا انه حد يجيله خصلة حمراء. يا لهوي، في يا نور خضتني. اسراء، هي الخصلة بتاعتي لونها ايه؟ لونها اصفر. الحمد لله. هو انت خايف تطلع خارق؟ ايوه طبعا، احنا عمرنا ما شفنا حد طلع له خصلة حمراء. اكيد الخارقين دول بيحصل لهم حاجات وحشة. سلمى، انت بتعيطي ليه؟ عمر طلع خارق وانا عادية. طب فيها ايه؟ ما انتوا كده كده بتحبوا بعض. فيها انه سابني، قال لي انه مش ممكن يخطب واحدة عادية. الخاين. اوعديني يا اسراء دلوقتي ان انت تطلعي عادية ونفضل صحاب. اوعدك. ماما، انا لسه الخصله بتاعتي ما ظهرتش لحد دلوقتي. معلش يا حبيبتي، نامي دلوقتي وان شاء الله لما تصحي تكون ظهرت. حاضر. يا لهوي، انا اتاخرت على المدرسه. يا لهوي، انا اتاخرت على المدرسه. مستر اكرم، انا اسفه ان انا اتاخرت. ولا يهمك يا صرصورة، اقعدي وافتحي الكتاب على صفحة 800,000. 800,000؟ هي الناس كلها عماله تبص لي كده ليه؟ هو انا شكلي حلوه قوي النهارده، بس مش للدرجات دي يا جماعه. يا هبلة، الناس بتبصلك علشان شعرك. شعري؟ هو انا طلعت خارقه؟ معرفش، انت شعرك فيه الوان الدنيا كلها. انت ما طلعتيش خارقة، طلعتي هبلة. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا شكلي بهلوس، او يمكن اكون لسه نايمه وبحلم. اسراء، اصحي يا اسراء، اصحي. اسراء، انت بقيتي كويسة؟ لا طبعا مش كويسه. ايه الالوان دي كلها؟ هو انا عاديه ولا خارقه ولا ايه بالظبط؟ انا بحثت كتير قوي عن الحالة بتاعتك دي. ولقيتي ايه؟ ما لقيتش اي حاجة. مفيش حد حصل له اللي حصل لك ده يا اسراء قبل كده. يا لهوي، ماما الحقيني. في ايه يا لهوي؟ اللي كنت خايفة منه حصل. ايه؟ هو انت عارفه ايه ده يا ماما؟ ايوه، عشان الموضوع ده حصل لأقرب شخص ليكي قبل كده. ماما الحقيني. في ايه يا لهوي؟ اللي انا كنت خايفة منه حصل. ايه؟ هو انت عارفه ايه ده يا ماما؟ ايوه، عشان الموضوع ده حصل لأقرب شخص ليكي، باباكي. بابا؟ انا مش فاهمه حاجه. حبيبتي، انت عبارة عن خليط. ايوه، دي حالة نادرة جدا. انت فيكي الشخصيتين، العادية والخارقة، بس ما فيش ولا واحدة فيهم قدرت تكسب التانية، فبقيتي عبارة عن خليط من كل الشخصيات. ازاي يعني يا ماما؟ بابا كان طول عمره عادي، ما كانش ولا خارق ولا خليط. باباكي في الأول كان خليط يا إسراء، بس ما ينفعش الإنسان يفضل خليط للأبد، فكان لازم في الآخر يختار، يا إما يبقى عادي يا إما يبقى خارق. وبابا اختار ان هو يبقى عادي. أيوة يا إسراء. طب وانا ازاي اختار الشخصيه اللي انا عايزه ابقاها؟ انت عارفة انت عايزة تبقي أنهي شخصية؟ لا لسه. يبقى الاختيار هيجيلك في الوقت المناسب. ماشي، تصبحي على خير يا ماما.
انا هبقى خارقة. انا هبقى خارقة. انا هبقى خارقة. انا نجحت، بقيت خارقة. يا ترى ايه هي قدرتي الخارقة؟ بجري بسرعة، عينين الليزر، بطلع نار من ايدي. مفيش حاجة، بس انا مش عارفة ازاي هقول لماما واصحابي ان انا بقيت خارقة. انا هخبي عليهم لحد ما اعرف انا هعمل ايه. اسراء حبيبتي، عرفتي الشخصيه اللي هتختاريها؟ ايوه، انا عايزة ابقى خارقة. لا، الخارقين حياتهم وحشه، مش هينفع تبقي خارقه. يا ماما بس. مفيش بس، هتبقي عاديه زي باباكي. اسراء، عرفتي حاجه عن الحاله بتاعتك؟ ايوه يا سلمى، انا طلعت خليط، يعني انا اللي اختار، يا اما ابقى عاديه يا اما ابقى خارقه. بجد؟ يعني انت هتبقي عاديه وانا وانت هنفضل صحاب؟ انت مش هتختاري تبقي خارقه صح؟ لا طبعا خارقه، يا ايه القرف ده؟ اسراء حسبي. ايه ده، انت خارقة؟ لا انت خارقة. لا مش خارقه. انت منعتي الكرة تخبط فيكي وفي برق طلع لما رفعتي ايدك. بص انا هفهمك، بس ارجوك ما تقولش لحد. ماشي مش هقول لحد، بس مش دي المشكلة. بصي حواليكي كده، المدرسة كلها شافتك. طب سلام انا بقى. اسراء، لقيتك. سلمى، انت ليه كدبتي عليا وقلتي لي انك هتبقي عاديه؟ انا كنت خايفه منك بصراحه. طب انت لسه موافقه اننا نفضل صحاب بعد ما بقيتي خارقه؟ انت عبيطه يا سلمى. اكيد طبعا. يخرب بيتك، خضتيني. اسراء، ها يا جماعه، احنا سمعنا ان انت تقدري تتحكمي في الحاجات. يعني تقريبا. طب ما تثبت لنا. اثبت لكم ايه؟ لا طبعا. يلا بقى يا اسراء، احنا نفسنا نشوف قدرات الابطال الخارقين. يلا. احنا نعمل مسابقة بيننا احنا الاتنين ونشوف بقى مين فينا الاقوى. لا طبعا، انا مش هتخانق معاك في المدرسه، ممكن الناس العاديه تتاذي. وانا مش مستني موافقتك. يا لهوي، ايه اللي حصل ده؟ انا خايفه منها قوي. ده انت عندك كذا قدرة خارقة بقى. ما اعرفش. طب عندك ايه تاني؟ قلت لك ما اعرفش. يبقى هنشوف. يا لهوي، اسراء شعلتها لونها اسود. يا لهوي، اسراء شعلتها لونها اسود. دي طلعت شريره. اجروا بسرعة. بس انا مش شريره. اسراء، انت اخترتي تبقي خارقه صح؟ ايوه يا ماما. مدير المدرسه كلمني وقال لي انك اتخانقتي مع اصحابك في المدرسه. انت ازاي تعملي كده؟ يا ماما. مفيش ماما، انت متعاقبه، مفيش مصروف ولا موبايل ولا هتشوفي حد من اصحابك. ماما انا طلعت شريره. مستحيل، انت طيبه يا اسراء. ماما انا ظهرت لي شعله سودا وانت عارفه ده معناه ايه كويس. شعله سودا؟ لا مستحيل، انت اكيد شفتي حاجه غلط. لا مش غلط، انا حسيت بحاجه، انا حسيت ان انا شريره. بطلي عبط بقى يا اسراء، تعالي نتغدى وهتبقي زي الفل. يعني انا بقول لك ان انا شريره والناس كلها بتخاف مني ومحدش اصلا عايز يعرفني، وانت بتقولي لي يلا نتغدى وهنبقى زي الفل. يا اسراء انا ماما هو بابا ما كانش عادي مش كده؟ انت بتقولي ايه؟ بقول الحقيقه، انا لسه قايله لك ان انا ظهرت لي شعله سودا وان انا شريره وانت ما خفتيش مني، معنى كده انك شفتي شخص شرير قبل كده. ايوه شفت. ارتحتي؟ انت شفتي حد شرير قبل كده؟ ايوه شفت. ارتحتي؟ بابا اللي كان شرير يا ماما، صح؟ ايوه يا اسراء، باباكي كان شرير. يعني انت كدبتي عليا لما قلتي لي انه بابا كان عادي. ايوه، باباكي كان خارق، بس كان لما بيستخدم قدراته بيحس بنفس الاحاسيس اللي جاتلك، بيحس انه شرير. عشان كده فضلتي تقولي لي ان اختار ابقى عاديه وما ابقاش خارقه. ايوه، عشان باباكي فضل ندمان طول حياته انه ما اختارش ان هو يبقى عادي، بس طبعا انت عمرك ما هتسمعي كلامي. ما انت لو كنت حكيتي لي القصه كلها كنت صدقتك وما اخترتش ابقى خارقه. اهم حاجه دلوقتي انك ما تستخدميش اي قدره من قدراتك الخارقه. اوعدك مش هستخدم اي قدره من قدراتي تاني. هو انت لسه ليكي عين تيجي المدرسة؟ شكلك نسيت اللي حصل امبارح. انت اللي لسه ليك عين تيجي المدرسه بعد ما خليتك امبارح تعيط. هو صحيح انت ازاي شعلتك بقى لونها اسود كده؟ ما تتكلمش في الموضوع ده تاني خالص، انا اصلا مش هستخدم اي قدره من قدراتي تاني. سلام. اسراء استني، انا محتاج مساعدتك. انا بيجيلي تحذيرات من المستقبل، في حاجة خطيرة قوي هتحصل يا اسراء ولازم نحاربها كلنا مع بعض. لا انا مش هستخدم اي قدره من قدراتي تاني. اسراء، الخطر ده ممكن يدمرنا كلنا. شفت ايه يا ادم؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ انا شفت شبح ممكن يستخبى في اي مكان من غير ما اي حد فينا يحس بيه، وهيبتدي يموتنا واحد ورا واحد. بس لحد دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت. هيبتدي النهارده بالليل. طب واحنا ممكن نوقفه ازاي؟ كل الخارقين اللي في المدرسة اتجمعوا عشان يحاربوه في كل مكان، واول ما حد فينا هيلاقيه هيخلص عليه، واحنا عايزينك تنضمي لينا يا اسراء. هو ايه الصوت ده؟ حد يلحقني، بنتي بتروح مني. شكله ابتدى من دلوقتي. ماشي انا هساعدكم. ابدأي من دلوقتي، اول مكان ليكي هو المقبرة. ها يا اسراء، شفتي اي حاجة غريبة؟ لا لسه ما شفتش اي حاجه. اول مكان ليكي هيكون المقبرة. المقبره؟ ايوه، في ايه، انت خايفة ولا ايه؟ لا طبعا
طبعا هروح المقبرة. ها يا اسراء، شفتي اي حاجه غريبه؟ لا خالص، ما شفتش اي حاجة. عدى 3 ايام ونص اصحابنا اختفوا. لو ما لقيناش الشبح ده كلها كام يوم واحنا كمان هنختفي. احنا ما قدامناش اي حل تاني غير ان احنا نفضل ندور عليه. يلا كل الناس تتحرك على اماكنها، واول ما حد يشوفه يستخدم قدراته ويخلص عليه، بما فيهم انت يا اسراء. بس انا ما اقدرش. انا عارف ان انت مش عايزه تستخدمي قدراتك، بس لو ظهر لك انت لازم تتصرفي. هو ايه الصوت ده؟ مين هنا؟ بقول لك مين هنا؟ لا لا، ارجوك ما تاذينيش. جماعة انا مسكته، تعالوا بسرعة. تمام، كلها 5 دقايق ونبقى عندك. ما انت طلعت بني ادم زينا اهو. اقلع الماسك اللي انت لابسه حالا. اقلع الماسك اللي انت لابسه، وريني انت مين. اقلع الماسك اللي انت لابسه حالا. اقلع الماسك بقول لك، وريني انت مين. بابا. اسراء حبيبتي، انت المفروض تكون ميت من 4 سنين. يا ريتني كنت ميت. تأذيت ناس كتير، ازاي قدرت تعمل كده؟ كل اللي حصل ده ما كانش بايدي، طاقة الشر جوايا كانت بتتحكم فيا، بس طاقتك قللت طاقة الشر اللي جوايا جدا. بجد؟ اسراء اثبتي مكانك، احنا جينا. اسراء ابعدي عنه، احنا هنموته دلوقتي حالا. لا استنوا، ده طلع بابا. باباكي؟ انا ممكن استخدم طاقتي وارجعه انسان طبيعي تاني. انت اصلا شريرة زيه، احنا مستحيل نثق فيكي. ثقوا فيا مرة واحدة بس. قلتلك لا. انا فين؟ انا مش فاكر حاجة خالص. قلت لكم ان هو ما كانش في وعيه. ايه ده؟ كل الناس اللي اختفت بدأت تظهر تاني. طاقة الشر كلها خرجت من المدينة. اسراء خصلتك بقت صفرة. الظاهر يا اسراء انك عشان تخلصيني من طاقة الشر اللي جوايا كان لازم تخسري كل قدراتك. مش مهم، شكلي كان المفروض ابقى عادية من الاول. اسراء خلصتي كلماتك ولا لسه؟ لا طبعا لسه. يا لهوي، انت مش بتخلصيهم ليه يا بنتي؟ عشان انا بحافظ عليهم مش زيك. تحافظي عليهم ايه بس؟ انت لازم تخلصي كلماتك كلها قبل الساعة 12 والا هتحصل لك مصيبة. مصيبة ازاي يعني؟ قصاد كل كلمة متبقية منك هيحصل لك مصيبة مختلفة. انا اول مرة اسمع الحوار ده. دول بقالهم يجي شهر بيحذرونا منه، انت بس اللي مسطولة. انا كده ما قداميش غير حل واحد عشان اخلص كل الكلمات اللي فاضلالي. البيست فريند اللي ماليش غيرها. عايزه ايه يا بومه؟ عايزه احكي لك عن مروانه. مروانه. اسراء انا مش عايزه اسمع عنه اي حاجه، ده عيل توكسيك. توكسيك في عينك، ما تشتميهوش. سلام. وقال الارنب لامه اسمحي لي راح العب ماما. قالت اسراء لي انت بتكلمي نفسك؟ انا بقرا، بحاول اخلص الكلمات اللي عليا قبل الساعه 12. طب تعالي بسرعة عشان في مصيبة. جايه. في ايه يا ماما؟ الحقي اخوك يا اسراء، فاضل له 100,000 كلمه ولسه ما خلصهمش. خليه يدهم لي. اسراء انت مجنونة؟ عادي يا زياد، هقرا الكتاب كله طول الليل واخلص الكلمات، ما تقلقش. شكرا قوي يا اسراء، بعتهم. دي مش 100,000 كلمه، دول مليون كلمه يا زياد. انا اسف جدا، شكلي كده قريت الرقم غلط. ماشي، انا هرجعهم لك. لا ما هو مش هينفع. ليه؟ اصل الكلمات ما بتتنقلش غير مرة واحدة بس. ماما انت كنتي عارفه انه زياد معاه مليون كلمه مش 100,000؟ لا طبعا، هو زياد اخوكي كده طول عمره بيحور. دنانير وبلانكو وفلوس بالكون في البنكو وماليش في كلامكم. اسراء ايه الاخبار؟ بحاول اخلص الكلمات اللي عليا. طب تحب اساعدك في حاجة؟ يا ريت يا بابا لو تقدر تاخد لك 100,000 كلمه كده ولا حاجه. لا يا حبيبتي شكرا، انا اخري اعمل لك كوباية شاي بلبن كده. على فكره يا بابا، زياد كان عارف انه معاه مليون كلمه، بس قال لي ان هما 100,000 عشان ارضى اخدهم ويعرف يموتني. ما تبطلي افوره يا اسراء، زياد اخوكي مستحيل يعمل فيكي كده طبعا. انا مش بأفور، انا لو ما خلصتش الكلمات دي هروح في داهيه. انت اصلا مستحيل تخلصي الكلمات دي كلها. انا انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ بقول كلمه انا كذا مره عشان كلمه قصيره وهتخليني اخلص كل الكلمات بتاعتي قبل الساعه 12. هو انت بجد ممكن تخلصي كل الكلمات؟ اه يا ماما، انت المفروض تفرحي لي. اسراء، في حاجه مهمه قوي لازم تعرفيها. انا وابوكي فكرنا انك مستحيل تخلصي الكلمات دي كلها قبل الساعه 12. ما تقلقيش، انا هخلصهم. سيبيني اكمل. احنا اتفقنا مع الجيران ان هم يبعتوا لك كل كلماتهم الزياده. انت عملتي ايه يا ماما؟ طب خلاص، روحي قولي للجيران ان هم ما يبعتوش اي حاجه وانا هخلص الكام كلمه اللي عندي وخلاص. مفيش وقت يا اسراء، دول خلاص ادولنا 2 مليون جنيه مقابل ان هم يدوكي كلماتهم. ما طز في الفلوس يا ماما، انا كده هموت. انت اللي عملتي في نفسك كده، انت اللي عملتي فيها بطله ورحتي خدتي كلمات اخوكي. ايوه فعلا، خدتها منه عشان احميه وفعلا عملت كده. مش مشكلتي، اتصرفي. يا لهوي. ايه الاخبار يا اسراء؟ لحقتي تخلصي كلماتك؟ لا خلاص انا استسلمت، ماما وبابا ضحوا بيا عشان الفلوس. ايوه صح افتكرت، ده احنا خدنا 2 مليون جنيه وماما قالت لي انها هتجيب لي عربيه. ده انت ما عندكش دم، اطلع بره يا زياد. خلاص فاضل 10 ثواني على الساعه 12، ده حتى عيلتي ما جاتش تودعني. 3 2 1. انا ما متش، ما حصليش حاجه. احنا اديناكي فرصة تانية، بس عشان تستخدميها في شرط واحد، لازم تحولي الكلمات بتاعتك لحد من الاشخاص اللي خانتك.
لو حولت الكلمات دي كلها لماما او زياد محدش فيهم هيلحق يخلصها قبل الساعه 12. انا كده هموت حد فيهم عشان انقذ نفسي، بس هما برضو حاولوا يموتوني عشان ينقذوا نفسهم. عارف يا زياد، انا زعلانه قوي ان اسراء اختفت، بس هي اللي عملت كده في نفسها. باين عليكي قوي انك زعلانه يا ماما. ايه ده اسراء، انت ازاي ما اختفتيش؟ شكل السيستم كده مش عايزنا نختفي زي ما كلكم عايزين نختفي. ماما انا عندي هديه ليكي. هديه ايه؟ انت مجنونه؟ ازاي تعملي كده في مامتك؟ كلمات كتير تاني، ردوا عليا حالا. مين اللي بعت لي الكلمات دي كلها؟ مش انا والله يا اسراء. يبقى اكيد زياد. واكيد مش انا ما ينفعش ابعت لك كل ده. امال مين اللي بعت لي الكلمات دي كلها؟ بجد ما نعرفش. مش عايزه اعرف منكم حاجه، انا خارجه. مسمسم كمش كلامه مسبسب شنا بنا سبنا من الستيه ومسرس انا اخر نمسنا نسر السما انما انت بتكلمي نفسك يا انسه؟ شعري يا كبير شعري. قصدي انا بس عندي كلمات كتير لازم تخلصيها؟ ايوه. خلينا اخمن، حد حول لك كلمات كتير صح؟ ايوه. انت عرفت ازاي؟ اصل انا حصل معايا كده قبليكي واظن ان انا اقدر اساعدك. بجد؟ ازاي؟ خدي الليمونه دي، لو كلتيها هتمنع اي حد انه يقدر يحول لك اي كلمه. بس ايه؟ معرفش، اكيد في مصيبه ورا الليمونه دي. المصيبه الوحيده ان انت كمان مش هتقدري تحولي لحد كلمات تاني. ماشي، ما عنديش حل تاني. ثانيه واحده، ما ينفعش تاكليها بقشرتها. ان شاء الله الليمونه دي تنفع كده. ما فاضليش غير ان انا اخلص شويه الكلمات اللي عندي. شكرا جدا. ايه ده، هو راح فين؟ انا بقالي ساعتين عماله اغني، هي الكلمات دي مش هتخلص بقى. نجحت. اسراء ارجوك انقذيني. في ايه يا زياد؟ انا خلصت معظم كلماتي، ولو محدش نقل لي كلمات قبل ما اخلصهم كلهم هموت. ابعت لزياد 5000 كلمه. ما اقدرش احول لك كلمات. ليه لا؟ الموضوع طويل. طب طلبت من ماما انها تحول لك؟ ماما اختفت يا اسراء، خلاص فاضل 5 دقايق، لو ما تحوليش كلمات هختفي. يا زياد انا عايزه اساعدك بس ما فيش في ايدي حاجه والله. لا في، خدي الليمونه دي هتلغي مفعول اي ليمونه كلتيها قبل كده. وبكده اقدر احول لك كلمات. ثانيه واحده، انا ما قلتلكش ان انا اكلت ليمونه قبل كده. انا توقعت بس. انت بتكذب عليا. انت عايزني اكل الليمونه دي عشان تعرف تبعت لي كلمات زي ما عملت قبل كده. ايوه يا غبيه، انا حاولت ابعت لك كلماتي وما عرفتش، ففهمت ان انت عملتي حاجه. انت بتعمل فيا كده ليه؟ عشان بابا وماما بيحبوكي اكتر مني. في الاول حاولت اموتك اني ابعت لك كلماتي، وبعدين اقنعت ماما انها تخلي الجيران يحولوا لك كلماتهم، وبرده كل ده ما نفعش. عارفه ماما قالت لي ايه قبل ما تختفي؟ قالت لي انها بتحبك حتى بعد ما خليتيها تختفي. مفيش حاجه بتدمر عيلتنا غير غيرتك. عندك حق، انا محتاجه اتكلم مع دكتور. ما تخافش، انا هساعدك. انا بحبك قوي.